دلوقتي في ناس كتير أوي بتشتكي من حوار الإعلانات على القناة، فبدون رغي كتير أنت ببساطة هتخش على جوجل أدسنس، تدوس على أمان العلامة التجارية، ومنها هتدوس على يوتيوب بوست. خلي بالك أنا عامله بالعربي بس هو عاملها بالإنجليزي يعني. تمام. هتدوس على عناصر التحكم في الحظر، هيجيلك التلات فئات دول. التلات فئات دول عناوين URL للمعلنين، معلن إعلانات مع المعلنين الفرديين. انت مثلا لو حد بيعلن بشكل فردي، فوالله انت ممكن تدخل URL هنا، انا مش عايز ده اصلا يظهر على القناة بتاعتي، فاي حاجة هو من ال URL اللي انت تحطه فمش هيظهر عندك. تمام كده، يبقى ده ايه؟ دي اول حاجة. طيب تاني حاجة، عندك فئات إعلانية حساسة. ليه يا عم فئات إعلانية حساسة دي بقى؟ دي بقى فيها الشغل بتاع ايه؟ الحاجات اللي هي الجنسية. برافو عليك. فانت ببساطة هتنزل كده، هتبص والله ايه اللي انت مش حابه من دول. العاب اندية المقامرة على الشبكات الاجتماعية، هتدوس على ايه؟ شايفين علامة الاستفهام اللي في النص دي فيها شرح، فبيقول لك تشمل محاكاة العاب المقامرة، العاب البوكر بانجو، ايه اللي جاب البانجو هنا؟ ايه ده؟ واليانصيب والمراهنات الرياضية ومراهنات السباق. انت راجل مش عايز الكلام ده، حظر، احذر على طول، تروح دايس هنا، بس كده محظور. اهم حاجه هنا اللي هي ايه؟ الاشارات الى الجنس. دي طبعا بتعمل لها حظر وش، لان دي بيبقى تتضمن اعلانات الموحيه جنسيا ولا تشير الى الجنس. فطبعا يعني لو انت مش حابب حاجه زي كده، وده المفروض يعني، فبتعمل لها حظر. يعني دي اهم حاجه. يعني باقي الحاجات بقى انت ودنيتك بقى. مثلا حاجات الثراء السريع، فانت شايف لا ده ضحك على الدون، والله لا انا مش عايزها تتعرض، فحظر. التنجيم والروحانيات، انت شايف لا التنجيم ده اي كلام وانت مش عاجبه، فحظر. فاهمني؟ فانت ببساطه الصحه الجنسيه والانجابيه، لا يا عم مش عايز اي حاجه خاصه بالمسالك البوليه هنا، حظر براحتك بقى. تمام. وضحت. تالت واحده بقى دي الفئات العامه، دي بقى ان انت بتحظر مزيد من المجموعات. بس ده بقى ايه؟ خلي بالك هنا انت ممكن هتضر بالفلوس اللي هتجيلك من الاخر يعني بالعربي. فانت مثلا هتنزل كده، عندك هنا مثلا اجهزه كمبيوتر واجهزه الكترونيك للمستخدمين، هتيجي تقف على علامه استفهام، يقول لك دي المنتجات والخدمات المتعلقه باجهزه الكمبيوتر. فانت مثلا مش عايز الكلام دوت مثلا يعني، فهتدوس حظر. هنا بقى الحظر بيحظر حاجات كتير يعني، بيحظر كل الفئات بتاعت اجهزه الكمبيوتر، بيحظر كل الفئات بتاعت اخبار الكتب. تمام. فده بقى بيأثر ممكن بقى ايه على الاعلانات اللي هتجيلك وعلى الفلوس اللي هتجيلك في الاخر يعني. فكلها انت بتشوفها الصحه والمطاعم كلها يعني الى حد كبير حاجات عاديه. ممكن واحد بس يجي يقول لك ايه والله انا جمال وعنايه شخصيه، ده بقى انا مش عايز الكلام دوت، فاحذرني وبس. فده ببساطه الدنيا بتمشي ازاي في حوار الاعلانات، بحيث ان محدش يجي يقول اصل انا لغيت الاعلانات تماما عشان الاعلانات اللي بتظهر. لا، انت بكل بساطه تقدر تخش هنا في عناصر التحكم في الحظر. طبعا ده في جوجل ادسنس يعني، مش الخاص بيك. وبتقدر بكل بساطة تمسح اللي انت عايزه وتسيب اللي انت عايزه وتوقف انت عايزه بكل بساطة. بس اتمنى الشرح يكون واضح وسهل، واشوفكم في حاجة جديدة. وتابعونا لايك وفولو بقى، وانتظروا الحاجات الجديدة. سلام.